اهلا بكم في فيديو جديد في حكايه بص يا عم اهلا بكم في فيديو جديد من حكايه على السبرتايه. احنا عارفين ان اليومين دولت الناس كلها بتفكر في النتيجه وشافت النتيجه وكده. واكيد في ناس زعلانه وناس مبسوطه. احنا مش عايزين بس نقول لكم تعملوا ايه ولا بتاع، لا ان شاء الله يبقى فيديوهات جايه وهنجيب بقى اراء كتير، بس حاليا احنا بس عايزين كل واحد يحكي عن اليوم بتاع النتيجه بتاعه، حتى انتوا تقارنوا وتشوفوا هتعرفوا بس ان شاء الله ما حدش كان لوحده يعني ان شاء الله يعني، او يعني تبقوا خدتوا تجارب مختلفه. ايوه ماشي. نبدا بقى. مين عايز يبدا؟ مين اللي يحكي الاول؟ سمير يلا. انا هو كده حد بادي فروم زبادي شالوا وحطوا كله عليه. يا عم هو الاول يلا. ماشي خليه ماشي. هيجيبك. ويوم النتيجه بتاعي ده كان غريب شويه، لان انا اول حاجه انا ما حدش كان واثق خالص ان انا ممكن اجيب مجموع تمام ماشي. ما كانش حد متوقع خالص. فانا اصلا كنت مستني النتيجه، كنت لا خايف ولا متوتر ولا حاجه، كنت عايز بس اعرف انا خلاص ذاكرت وامتحنت وكده، عايز اعرف انا عملت ايه. فجيت يوم النتيجه دي قبلها بقى امي فضلت تقول لي روح اعمل اختبارات فنون تطبيقيه. ياما مش عارف، قالت لي يا ابني يمكن ما تلحقش وكليه جميله ومش عارف ايه، فضلت ورايا. هي فعلا كليه جميله بس انا مش عايز اروح، لان انا اصلا ما اعرفش اي حاجه في الرسم. كنت ساقط الرسم في ثالثه اعدادي، كنت جايب 2 من 10. ايه فنون تطبيقيه دي؟ حاجه يعني زي بيبقى زي مهندسين الديكور وكده. فانا اصلا انا حمار رسم، وهي فضلت ورايا يا ابني هتندم ومش هتندم ومش عارف ايه. كل ده يوم النتيجه؟ قبل النتيجه بقى باسبوع كده ولا حاجه، ساعه الفتره بتاعت الاختبارات دي. فانا بنت خالتي في الكليه وبتدي كورس اصلا، فرحت حضرت معاها الكورس وخلاص كده اي حاجه، وقلت يا عم اروح امتحن، نجحت تمام ما نجحتش كنت رايح كده فرحان. فانا اكتشفت ان هم بيوزعوا الامتحانات دي توزيع خرافي. هينقلوني حلايب وانا بستبعد حلايب. ما كلنا بنستبعد حلايب. حلايب ايه اللي يا عم؟ روق مش هيحصل حاجه. لا هيبعتوني حلايب. انا لازم اروح بقى امتحن فين؟ لازم اروح امتحن في بنها. وانا اصلا قاعد في بني سويف. مين هيروح معايا بنها؟ بيوم الله يكرمه قال لي يا باشا تعالى انا اجي معاك. بيوم والله اجي معاك. والله رحت يا باشا من بني سويف لحد السويس، ومن السويس رحت القاهره، ومن القاهره رحت بنها. ورحت بقى هناك قالوا لي ده انت مش عارف لازم يبقى معاك ورقه ايه، صوره ايه، مش عارف ايه. فضلت بقى مش حاططيني في المكاتب رايح جاي واصور واعمل وبتاع. وبعد ما خلصت رحت عشان امتحن، قالوا لي خلاص انت هتدفع الفلوس وتمتحن بكره عشان احنا قفلنا النهارده. قلت لهم والله بدايه. رحت واخد بعضي وراجع تاني. بس بقى رجعت على القاهره، ومن القاهره للسويس، ومن السويس رحت راجع بني سويف ومشوار وما امتحنتش. وفي الاخر بقى طلعت النتيجه وانا مروح السويس، يعني وانا في الطريق كده رايح راجع بني سويف النتيجه ظهرت. قالوا لي انت طلعت الاول على المحافظه. فضلت بقى رحت والله العظيم لولا ان امي. بس يا عم اكتشفت ان انا على المحافظه. عملت ايه ساعتها يعني؟ ما عملتش حاجه يا عم، زغرطوا لي شويه خلاص. كنت متضايق يعني، انت عارف انا لو ما جبتش مجموع كنت هتبسط. او المشوار جاب فايده يعني انت كل المشوار ده في الاخر جبت مجموعه واتضايقت جدا والله. هو في حد بيبقى فنون تطبيقيه على المحافظه؟ ما انا مش عارف اقول ايه، ما كنتش عارف لسه النتيجه يعني ظهرت. حتى على الاقل يبقى عارف ان هو هيجيب مجموع كويس. يا عم انا كنت عارف هم ما كانوش اقول لهم يا جدعان والله انا حل حلو. يقولوا لي بس يا بس انت بابا دلوقتي تعرف سمير حبيبي يا تجاره. انا ممكن يطلع اول محافظه؟ لا ولا يعني ممكن يجيب مجموع حتى ولا ده انت ما شفتنيش بقى قبل الثانويه كنت عامل ازاي. الوحيد اللي بيطلع الحل الكويس وبيجيب بقى 10 درجات. هو كل شويه ده اخي ده دكتور عسل يا اخي. وهو يبقى ده ما شاء الله ده الاحلى لجنه دي في حياتي. انا طالع الاول يا رجاله. هو بيقول له بقى ده كيمياء وهم فكر بجد مش حالل يعني. هو احلى امتحان في حياتي. هو مقفل امتحان الكيمياء. احلى امتحان في حياتي. جايب كام يا سي؟ احكي لنا يا وانت عم. بقى قول الكلاني انت. وده يا باشا الكلام بالدور يا باشا خلاص. بقول لك انا بالدور. بالدور ايوه. يا عم واحنا عاطين كده قطعت عينتي كده. لا انا يوم النتيجه كان عادي خالص. ما كنتش بقدم في كليات عبيطه زي ده وعادي. كليات عبيطه يا عم في ربنا يسامحك ياما اللي جايبه لنا الكلام. عشان هيشتمونا في الكومنتات. لا يا عم انا قضيت الاسبوع اللي قبل الامتحان النتيجه ده نوم والله بجد. ويوم النتيجه كانوا لنا ايه نوم واكل. ممكن. لا ده انت لسه جاي اسمع بس. فيوم النتيجه قالوا لنا هتبان الساعه 10. كان يوم 3 باين انا على ما اتذكر يعني. قالوا لنا هتبان الساعه 10. المهم صحيت الصبح الساعه مثلا 8 ولا حاجه، لقيت العيله كلها قاعده في الاوضه عندي. اوه هيل نو. جدي في الاوضه. والله وانت كنت صحيت؟ لا العيله كلها دخلت واحد واحد. لا ما صحيتش. خلاص يا عم ده كده هيولد مش نتيجته هتظهر. والله العظيم لقيت جدي وجدتي طالعين.
وعمامي ماشي. وكل دول قاعدين في جم وخلاص، وصحيت وفوقت وقعدت معاهم في الاوضه، قاعدين بقى من الساعه 9 للساعه 11 مستنيين النتيجه، ما بانتش. في بقى اصحابي جابوها من الكنترول وكده، وانا قاعد بقى متوتر اكتر ان هم العيال جابوها من الكنترول وبتاع. والعيال بقى ايه الصدمات بقى اللي هو مثلا 93 92 يعني ده صدمات. يعني انا واحد اعرفه شخصيا كان جايب 68. لا يا عم اقسم بالله ما بهزر. لا احنا اللي هو كان بقى العيال الدحيحه، واحنا اللي الدفعه ده طب من 92 و99 وكده. فقعدت بقى متوتر كده شويه، بس بعد كده بقى ايه لقيت ابويا قاعد بيقول لامي ايه بس من والله العظيم كان بيقول لهم عايزين نفطر، فبقوم تقول له هو حد فاضي يعمل فطار دلوقتي؟ احنا قاعدين متوترين. قال يعني محدش يعمل فطار؟ لازم اعمل نفسي يعني. الحقيقه اعمل اللي بعمل له، وقعدنا نفطر والليله كلها قاعده جوه والله العظيم. قاعد انا وهو بنفطر بره. بعد كده لقيت صوت امي ايه، لقيت صوت زغرت امي قال لي انت جبت 98.2 من 10. قلت يبقى البيض بالبسطرمه نزل. الحمد لله. بس امي عملت المكرونه بشاميل. لا عادي يا عم. بعد كده 98 من 10 العيله كلها فرحت معايا. انا شلتها جوايا بصراحه شويه، لان انا كنت عارف ان انا هجيب اكتر من كده، وقلت لهم ان انا ليا درجات وبتاع، عارف ان انا اللي بتسمعوا دلوقتي يقولوا العيل ودك ايه مش اللي احنا قاعدين بنقول نفس الكلام. لا والله بجد انا كنت عارف ان انا هجيب اكتر من كده، بس فعملت تظلم. بعد كده ايه اللي حصل يعني بقى دخلت صيدله في الاول بالمجموع ده، بعد كده حاولت بشري، بس ما كانش في اي اكشن في اليوم ده خالص. بس فطرت انا وهم ما فطروش. ادينا عباسي. بص انا قصتي مشابهه قوي لسمير، وهو اصلا جزء اساسي فيها. والله هقول لك ازاي. سمير؟ والله سمير هقول لك. هو يعرف يا ابني. ما هو ما كانش يعرف، بس هو كان عندي على الفيس، واصحابي ايه نعرف بعض. المهم انا احكي لك القصه. انا يا باشا قاعد يوم النتيجه، يوم كذا كذا، وقاعد يوم النتيجه. لا المواقع ما بتفتحش، والدنيا ما بتفتحش، والدنيا متاخره، ايوه كنت لسه اقول لك بقى. او جابها بلا حبه حلوين. فلقيت مفيش حد في العالم اعرفه موجود عندي غير يوسف سمير. 96% ولا كام، وده كان رقم كان جامد قوي. فانا قلت يا 96%، والوحيد اللي اعرفه بالنسبه لي النتيجه الوحيده اللي طلعت 96%. فقلت واكيد سمير بقى ايه مش العبقري يعني، ما انا عارف. فهو تلاقي ده متوسط، تلاقي الايه الفاشل بيجيب 96%. المهم جه تاني يوم والنتيجه طلعت، لقيت نفسي جايب 92.5. قلت ده انا مش مفيش، ده سمير جاب 96 الوحيد اللي اعرف. قلت خلاص بقى ده انا كده مش هلحق بقى غير معهد تسليك صرف صحي ومش عارف ايه. اصل انا برضه ما اعرفش 92.5 ده كان اول سنه عندنا في التنسيق الجديد والحاجات ديت، وانا ما اعرفش اي مفيش ريفرنس اقيس عليه. فكان الريفرنس بالنسبه لي سمير. فلما لقيت ده هو جايب 96 وقلت لقيت امي مبسوطه وعماله تقول لي ده كذا، ومنزلين على الفيس ان طب هتاخد مش عارف من 90 والحاجات كده. قلت لها ده سمير جاب 96 انت بتقول ايه؟ قلت لها ده في واحد صاحبي جاب 96 الله ان شاء الله فعلا انا ما اعرفش ان هو، بس قلت لها ده الوحيد النتيجه الوحيده اللي اعرفها جاب 96. بس بعد كده عدى ساعه وساعتين والترتيب نزل، فلقيت نفسي 6000 على الجمهوريه ده رقم عادي، بس 6000 على الجمهوريه ده الطب يعني. فعرفت ان انا جايب مجموع حلو، بس قلت انا جايب مجموع حلو. وكنت مقدم برضه في اختبارات جامعه الجلاله، وكنت دافع مش عارف 2500 جنيه باين. خدتهم تاني؟ لا على جنب ما بيتردوش، وانا كده كنتش هخش، بس عشان كده بيعملوا لي اختبارات هطير الامتحان يعني ولا ايه. فروحت زفرت لهم الجلاله. بس هقول لك في الاخر برضو يعني انا عشت لحظه ان انا حاسس ان جبت نتيجه وحشه. ما حصلتش الحمد لله، بس انا عشت فكره ان انا لا انا مش احسن نتيجه يعني بسبب بس وبصراحه حسيت ان كان فعلا احساس وحش. ما كانش احسن احساس، بس في نفس الوقت انا برضو ما دمرتش نفسي يعني. انا مع ان انا لحد مثلا بعد النتيجه ب4 5 ساعات، قعدت 5 ساعات مثلا فعلا حاسس ان انا ضيعت الدنيا. ان انا في دماغي برضو قلت ممكن يبقى المجموع زي ما كانت، ف 92 دي ما تدخلكش حاجه. بس حاسس ان انا تخطيت يعني. حتى بعد ساعه وساعتين لقيت اللي حواليا عمالين زغرات وخلاص، وقلت ايه وعديت الدنيا. طب ما زي اهو يا عم، انا قلت لك حسيت ان انا مش مبسوط، قلت لي طب ليه؟ ايوه عشان انت جايب 98.2 من 10. ماشي ماشي. عشان قصه حد برضه اما نتيجته ظهرت قعد ورا الكاميرا. ايه بهزر هيجي حكايه بعد شويه. كان محروق من سمير. سمير الحراق. لا هو يبقى يجي يحكيها. سمير الحراق. مع ان برضه والله ما كنتش اعرفه. هو انت برضه وضع عليك بسبب النتيجه؟ هيبقى يجي يحكيها كتير. مش عارف. شاشه يحكي لنا. كانك الصراحه كمان. برضه كنت دفعة عبد الله اللي هو اللي بآخر سنة بوكلت سنة الكورونا. فقبلها بيوم أنا كنت حاسب غلطاتي بالظبط إن هم 4 درجات. قلت إن شاء الله المصحح مش هياخد باله من 2 فهجيب 99.5 يعني أقل حاجة يعني. فرحت كنت خارج مع أصحابي وأنا يعني أشطر واحد فيهم. فكنت قاعد معاهم والعيال بقى مبسوطة فشخ وفرحانين قوي وعادي يعني مش واخدين بالهم إن هم إيه النتيجة بكرة. وكانت الدنيا ليل.
فمن كتر الرعب انا ساكت ومش عارف اتكلم وبتاع، وحتى مش عارف اروح، مش عايز اقعد لوحدي. فروحت على الساعه 6 الصبح كده، لقيت امي قاعده وقعدت تقول لي نام يا ابني عشان تعرف تصحى الصبح وتستقبل النتيجه ومش عارف ايه. قلت استقبل ايه يعني؟ هيستقبلها على سيدي. تحكوش ليه؟ بص يا عم، جت في ما بالي عرفتش والله. انام. سيبها عشان الناس. ما عرفتش انام، فرحت امي قعدت تحضني وطبطب عليا ومش عارف، وانا مش عارف لحد الساعه 12 يا عم الناس السويه دي. فقلت يا عم الناس قلت اصلا النتيجه اخرها هتظهر الساعه 9 الصبح، فكل شويه اصحى اقوم ابص معيش خالص نتيجه، والناس عماله تجيبها من الكنترول، واللي جاب 92 واللي جاب 93، وانا قلت ده انا وشي هجيب 91 يعني لو اتنططت قوي هجيب 96. فقعدت اصلي تقريبا كل اللي فاتني ساعتها وتقريبا يعني عملت اللي قدام، فاهم؟ صلى 20 سنه اللي فاتوا. والله صليت كتير جدا يعني، صليت قعدت من الساعه 9 لواحدة بصلي لحد ما قالوا لي الاكل ومش عارف. طبعا ما حدش فينا اكل، اختي جت واخويا جم وكله بقى مرعوب وكله عامل كده، وانا كل شويه اخش على يوم السابع اعمل ريفرش على الساعه 2 الظهر او العصر بقى. لقيت اكتب رقم جلوسك دي، قلبي وقع حسيت ان انا الدنيا بتدور بيا، فاهم؟ فرحت قالب اللاب وقلت لهم بقى، هم قاعدين قدامي كده على الارض كلهم عاملين، فاهم؟ عارف الحلقه اللي رجعت الذكر. فقلت لهم حد، انا كتبت رقم الجلوس، قلت لهم حد دوس انتر. قعدوا يتخانقوا مع بعض قدامي نص ساعه، مين هيدوس؟ ده عمال بيموت. انا مش قادر السيرفر استحمل، وقع. انا مش قادر استحمل. رحت دايس انتر انا وببص، لقيت مش ببص، انا ببص لهم هم، لقيتهم راحوا عملوا كده. انت دوست انتر ليه يا ابني؟ قلت انا هتفشخ دلوقتي. لقيتهم بقى بيحضنوا بعض ومش عارف سايبيني انا. والله واخويا يشيل امي ومش عارف ايه ويروحوا ويجوا، ولسه ما شفناش النتيجه كامله، فاهم؟ وهم لسه ما شافوش النتيجه، هم شايفين 400. هو اخويا قال لي قبلها، قال لي لو شفت رقم 4 انا هتبسط. 4 وايه بقى مش مشكله. فشافوا النتيجه ومش عارف ايه، وانا مش عارف هو مبسوطين ليه. فقعدت ابص لقيت 98 و3 من 10. فقلت رقم جميل جدا يعني، كنتش اتخيل ان انا اجيب 98 و3 من 10 يعني. مش انت لسه كنت بتقول 99 ونص؟ وقتها انا كنت متخيل ان انا غالب، جايب. بس ان شاء الله المراقب ما ياخدش باله من الحته الغلط. ماشي. هو المراقب خد باله للاسف. فرحت حسيت برضو هم مبسوطين وانا مش مبسوط قوي، حاسس ان انا مبسوط جدا، بس عارف اللي هو احساس ان انا الكمال ده انا عايز ابقى يعني احسن من كده يعني. كمان لله يا عم. ماشي يا عم. فالمهم خلصت الزيت اللي هم زيتوها دي، قالوا لي يلا اخرج، واللي يبعت لي مش عارف ايه فلوس، واللي يقول لي ايفون بكره. لحد دلوقتي انا مستني الايفون ده. واللاب مش عارف ايه وكل يوم انا مبسوط فشخ. خلاص نسيت النتيجه ونسيت المصحح مش عارف ايه. والله نسيت اهم حته. جيت على التنسيق يا اسطى، لقيت ان انا جايب اسنان. فانا قلت ايه، انا مش هخش اسنان عشان عايز اخش طب، فاروح عامل ايه، مختار صيدله. اتطردت من البيت يومين. قعدت في الشارع ورحت لجدي ومش عارف ايه، ابو جدي برضو راح طاردني البيت. وقعدت الف والله لسه. انت جاي ليه؟ لحد ما عملت القضيه ودخلت صيدله ودخلت طب بعدها. بس الفكره بقى ان انا قدمت في ملك سلمان عشان اخش طب، وانا كنت لسه داخل في صيدله. فانا بمتحن الامتحان، عليك امتحانين، امتحان لغه وامتحان علمي يعني اللي هو احياء. لغه انجليزي جيت 50 و50. انجليزي. استغربت لما بيطلبوا امتحان لغه ليه؟ مش عارف. المهم يعني امتحان 50 سؤال انجليزي. 50 سؤال معنى الكشف. صورني على الفاضي. معنى الكشف. 50 سؤال انجليزي ماشي. و50 سؤال 50 سؤال انجليزي و50 سؤال احياء، فكلهم بالانجلش. فاحنا كلنا قعدنا جنب بعض تمام كشله يعني، وفتحنا الامتحان وكلمنا مستر حازم بتاع الانجليزي. غشيت لنا كل اجابات غلط بلا استثناء. وانا جيت بقى فلحستي بقى، انا حسيت ان انا لا مستر حازم غلط في دي، فهرجع لها. جيت ارجع لها افل الموقف ولسه فاضل 50 سؤال احياء. فاهم والله، وكله بيحلوا عمال يضحكوا عليا ومبسوطين وانا قاعد عامل كده. انا خلاص مستقبلي ضاع، فاهم؟ وبعد كده خلصت قفلت اللاب وروحت وقعدت اعيط اكن يعني ايه. قابلوني في صيدله وما رضوش يدخلوني طب. ما حلتش حاجه اصلا، مش عارف دخلوني صيدله ليه، فاهم؟ قلت له والله ولا داخل ولا بتاع، ودخلت العادي بقى. بس اتقابلت في صيدله في 3 كليات يعني، جامعه بدر
منحه وجامعه الملك سلمان منحه برضه. لا منحه واتقابلت إسماعيلية. في اسماعيليه. وراح اسماعيليه. اوحش واحده فيهم. غريب قوي الصراحه. مزوخي. لو راح بدري ما كانش حاول طب السويس. ايوه بدري حلو. انا جي بي ايه يا اسطى؟ ممكن اكون نسيت حاجه مهمه برضه. انا اول ما النتيجه ظهرت بابا كان فرحان فشخ، فراح مديني فلوس وقال لي لازم صحابك في ونزل مطعم. بطين كمان. لا والله. لا حط والله. جبنه. قال لي والله فعلا. كنا النتيجه مثلا بدات الظهر العصر كده، جينا بالليل كنت انا ومصطفى صاحبي كنا جايبين مجموعه له كده، فرحنا عازمين صحابنا كلنا، كنا حوالي 14 واحد وطلعنا مطعم روقت عليه والله. في الاخر كنت هو بص قالك يعني رجعنا تاني عشان يذل الاثنين اللي رجاله الحاجات دي تترد. قول يلا يا باشا. حد يسالنا طيب. ماشي كله عايز يسال كيلاني، بنحبك يا كيلاني. السؤال موجه لمحمود الكليني. كان ايه احساسك وشعورك؟ احساسك ومشاعرك ايه النتيجه بما انك راجل حساس؟ بتعمل لي بتاعك. ايه رايك؟ منك راجع حسن. مش عارف. قول لنا بقى انت كلاني كان ايه حكايتك يوم النتيجه؟ والله مش على الله حكايتك يا عم. قبل النتيجه بيوم العوض معلش. كنا قاعدين انا والعيال صحابي وبتاع. اللي انت لازم تشتمه في الفيديو اللي فات. ايوه يا عم حبايبي. ولا انت بقى كلاني قول لنا كانت ايه حكايتك يوم النتيجه؟ يا بدأت بالك قاعد مع اصحابه. قبل النتيجه بيوم كنا قاعدين بنشوي ذره بقى، بنشرب شاي والناس بتشيش وبتاع. بص بقى ليه؟ بص ولا في دماغنا النتيجه خالص. فالمهم واحد فكرنا قال لنا كده يا جدعان النتيجه بكره، اه. فاهم اللي هو ايه. ففضلنا قاعدين، قعدت احسب بقى والله، قلت يعني ممكن اجيب لي بتاع ايه 98 كده ولا حاجه، يوم ما ايه ما ابوظ خالص اجيب 97 ولا حاجه. مينيمم. منهم. فالمهم بقى ايه سبت على الساعه 3 بالليل كده ورحت مش عارف انام. نمت لي حوالي ساعتين كده، صحيت الساعه 6 الصبح قاعد يلا عمال اقلب في التليفون، ولا اكلت ولا عملت اي حاجه. ما حدش في البيت مش عارف ولا حد مهتم بيه ولا اي حاجه، انا ما فوت كده. فالمهم ايه لحد الساعه 10 كده كانت الاول طلعت، دخلت اشوفهم ما لقيتش. تصلم بقى. الوزير معهوش الزعل. موبايل الشبكه بس. بديت دي. فالمهم بقى بعدها بشويه بساعه كده ولا حاجه لقيت يلا العيال عماله تنزل، يلا اللي جايب 98 واللي جايب مش عارف كام، وكل اللي معاه في اللجنه اللي منزلين 91 92 ان شاء الله. فالمهم لحد الساعه 12 كده ولا حاجه انا قاعد هموت من التوتر، هموت عمال اقلب في النتيجه مش عايز تطلع. فالمهم واحد صاحبي عدى عليا قال لي شكل النتيجه طلعت وانت ايه وانت ما جبتش مجموع من شكلي. قلت له يا عم اتكل على الله يا عم وقتك. فالمهم ايه فضلت بقى قاعد لحد النتيجه ما طلعت، بدخل كده على الموقع لقيت بيقول لي اكتب رقم الجلوس، وانا قاعد لقيت ابويا معدي في الصاله. قلت له خد اكتب رقم الجلوس ده، كتبه له في ورقه اكتب، ما كانش عارف رقم الجلوس. طبيعي يا اسطى، حاجه طبيعيه يا يعني. ابني انا مش عارف رقم ولا اللي اعرف رقم الجلوس. مش الطبيعي. انا اصلا كنت ناسي رقم امي اللي دخلت جابت انا النتيجه ده، كنت ناسي رقم كنت الجلوس. عشان اكتبه كل يوم في اللجنه. المهم فالمهم ايه راح جاي كاتبه، فلقيته عمال يضحك وانا قاعد بموت جوه. انت بتضحك على المجموعه وانا جايب 30% ولا ايه؟ فالمهم ايه باخد منه التليفون كده وببص لقيتها 98 ونص. قلت يا نهار ابيض، قعدت اتنطط يلا تقريبا والله لبست وقعدت بقى لبست انت كداب يلا. على الصلاه لبست. ايوه هو خطبها لبست. لا لا خلاص. ازاي يا عم؟ هو تقريبا يا عم هم قاعدين في عشه. لا هو كان واقف على السرير، كان واقف يا على عم السرير. ايوه كان واقف كان واقف على السرير صحابه. كمل. وقعدت اسجد بقى واعيط ومش عارف ايه وبتاع. تسجد ايوه وانت بتصلي؟ سجدة شكر. انا سجدت برضه، تصدق انا سجدت ساعتها. سجدت يلا وقعدت اعيط بقى لابويا، واحد يقول له مش عارف ايه وبتاع، وقعدوا يزغرطوا وكده. وكان في واحد جرب جايب النتيجه اصلا بالكنترول قبلها ب3 ساعات، واقف في البلكونه عمال ينده علينا ومحدش سامعه. يا ابني انزل قول لي انزل خطوتين حاجه انا كنت طول الثانويه كنت متخيل ان يوم النتيجه ده هيبقى زي الفيديوهات اللي بتنزل على النت وكلنا بقى هنبقى متجمعين. يوسف سمير كذا في المية والناس تهيص مش عارف ايه. انا نتيجه قالت لي وانا في العربيه راجع مش طايق نفسي وطهقان وبتحرك الله يسامحك يا عم. ولقيت بقى الناس بتوع المنطقه عندنا جم اتلموا في البيت والنسوان تزغرط ومش عارف وزعوا الشربات كله جاي عايز يشرب بيبسي. ايوه كلهم عايزين بيبسي. والله في واحده قابلت لي في الشارع قالت لي فين البيبسي، قلت لها مش عارف روح خد. قلت لها بيمشي واضحه. تقريبا ايوه لما العيال الجماعه برضه والله كان في بالي زي سمير كده اللي هم بقى ايه
وبتاع ويشيلوك بقى ويرموك كده. انا مش عارف يا عم ايه ده يا عم. لا تقريبا قعدوا يتغدوا وسايبين بجيب النتيجه. انا ساعه ما النتيجه طلعت كانت امي في الشغل وابويا كان في الشغل. لا كانت امي وعمتي كانت قاعده، كانش في غير انا وامي وعمتي. يا عم بقول لك ابوك كان معدي في الصاله انا اللي زغرطت. ادينا واحده كده. يا عم لا والله ما جرب بس جرب ادينا لا. واحدة. هنسجل لكم واحده ونحطها. في الممبر شيب اللي يخش هيسمع زغروت عفريت. بس يا عم واصحابي جم عدوا عليا، قعدنا سهرنا بقى، فضلنا سهرين، كانوا مستنيين اعزمهم بس انا ما عزمتهمش انا بنوفي. دي معلومه. ماما منايفه برضه بس مستنيين منك العزومه اصلا في اي حاجه. طب نتكلم عن كل واحد يدي معلومه كده ازاي تتعامل مع يوم النتيجه ولا مش مستاهله؟ هو الناس اتعاملت خلاص. خلاص بقى. يا عم نتيجة ظهرت ربنا يعني. معاك. ممكن بس نوعدهم ان احنا نعمل فيديو الشباب اللي ما جابتش مجموع. للي يعني ربنا ما وفقهمش او هم شايفين ما بصيتنا. اللي هو يا ابني ليه يا ابني خليهم يكرهونا يا ابني. يا فقير يا ابن هو اصلا تصدق احنا بنزلوه في وقت وحش قوي، اغلب الناس مش طايقه واحنا عمالين الفرحه. الفكره ان احنا الخمسه نفس الشعور يعني فاهم، كلنا كنا مبسوطين. جايبين درجات عاليه. لا بس انا حاولت متضايقين ان احنا ما جبناش اكتر يعني فاهم. ايه ده انت جبت 93% ومتضايق يا ابن الكلب. لا بس احنا بس كنا بنحاول نحكي تجربتنا، بس وعد يعني هنجيب ناس يعني. وعلى فكره الثانويه عامه فعلا مش ناكل العالم، واحنا هنجيب امثله على كده ناس صحابنا وكانوا في الثانويه وما جابوا ربنا ما وفقهمش بمجموعه اللي هم كانوا مستنيين. والله وربنا كرمهم لا في ناس والدنيا فعلا يعني دلوقتي الدنيا ابسط والله بكتير ان شاء أحسن الله. مننا ربنا يوفق الجميع يعني وسوي لايك لو ما جبتش مجموع، وسوي سبسكرايب لو جبت مجموع، وتك تك تك. عايز تقول حاجه؟ عشان انت قلت ان احنا عاملين الفيديو ده عشان نبسطكم، مش عارف احنا عاملين الفيديو ده عشان مش لاقيين فيديوهات نقولها. ايوه عايزين الواد ده يجي يقول حاجه. يا عم والله ما لينا يعني حته حقد كده. يلا عاسفين من ساعتها. تعالى طب قول. هو باين تعالى. حقده باين حقده والله. السلام عليكم. بس يا جدعان انا مخارج حروفي بايظه كده. يا باشا لا حلنا يوم النتيجه يا رجاله كنت قاعد عادي مفيش اي حاجه يعني. قال لك نتيجه ظهرت، دخلت صحيت كنت صاحي الصبح يعني عشان الاوائل وكده. برضه لا يعني اشوف الاوائل. شفت واحد عندنا من المحافظه كان طالع الاوائل احمد كمان. فكنت قلت يا عم انا زعلت فقلت طلعش ليه محدش كده عامه. فقعدت ادور لحد ما النتيجه جت. لقيت جت على جبتها من اليوم السابع. فقلت يا عم مجموع جميل، عم 94 حلو وبتاع. وقلت خلاص انا كده داخل بشري عشان المجاميع كانت بنت. فالمهم دخلت لقيت نفسي الكام على المحافظه الثامن. قلت بس يبقى انا الاول على المدرسه لاول مره في حياتي. كل من سنه ثانيه ابتدائي بطلع الثاني على المدرسه، وفي واحد دايما بيطلع الاول. فالمهم قلت بس مدرسه الثانوي ضايعه، وانا كنت الوحيد لوحدي في اللجنه وانا عارف كل العيال اللي معايا، وفاجئ طالع الثاني. قلت مين ابني اللي طالع باحترام يعني اللي طالع الاول ده ما اعرفوش. لقيت قعدت ادور لحد لقيت المدرسه منزله يوسف سمير. قلت مين يوسف سمير ده؟ انا اول مره اروح المدرسه دي يوم امتحان العربي. قلت يا ابني مين يوسف سمير ده؟ انا عمري ما شفت بقالي 3 سنين في المدرسه عمري ما شفت حد اسمه يوسف سمير. حد اكتشفت اللي هو بدل قلت له الاول وانا طلعت الثاني برضه. اول والله هو جالي مدرسه اول مره اروح كان امتحان العربي. هو المدرسه كنت حزين. السبب والله بتاعي هو برضه السبب اللي خلاني احس والله لا انا يا اسطى انا بقول لك بطلع الثاني من سنه ثانيه ابتدائي. يا لهوي وقلت بس بقى قلت هطلع الاول ثانوي ضايع مدرسه كانت ما فيهاش حد. ده جالي لف وجالي شاط قعدت 5 سنين والله في نظر انت الاول يا عم. كده قعدت 5 سنين على النتيجه. ايه 94 ده رقم كبير في دفعتكم في دفعتنا ما اقول لك بقى اقول لك اكمل لك فدخلنا الكليه. سمير بقى كان الاشطر جايب المجموع اعلى وكان مفكر نفسه جامد نيك في سنه اولى كان بيقعد يا اسطى يديني نصايح في المذاكره. اقسم بالله والله دي صح. ويجي يا اسطى لما اقول له انا بذاكر يقول لي انت بتذاكر ايه يا عم ماشي. وجربت عامل معايا كده اقسم بالله. مستغرب ان انت بس ان يوسف محمد دايس على وش يوسف سمير. هو اصلا بقى 5 سنين هو مش طايقه بسبب الامتحان. لا والله كان يقعد اللي هو مثلا حد يجي يقول لك ده الواد ده دحيح يا جدعان ده خبيث. لا الله حكايه سيبه يا عم في حاله. لا خلي بالك ان سمير كان واخد سمعه في الكليه اول ما دخلنا الاول على سمعة وحشة جدا. عشان كده كنت بقول لكم يا جدعان الكليه دي مش كليتي. بس اقول لك على حاجه كان في بنت مش موجوده دلوقتي يعني حولت. انا سمعتها وانا في سنه اولى بتقول عارفين الواد عبادي ده عمر ده هو الاول على المحافظه. فلحد دلوقتي اصلا القناه دي هي السبب ان احنا نعرف ان الواد ده الاول محافظه. كان كله فاكر ان الواد ده الاول محافظه. انا 15 على المحافظه.
اصلا يا ابني كان في مره بقول لك كنا في سنه اولى في التي بي ال كده اللي هو كلنا بنقعد نحل جروبس كده، بنقعد نحل مع بعض في الكليه عندنا. فكان جروب سمير كان مع عبادي في الجروب اوائل الدفعه، اول والتاني على الدفعه معاه في بالظبط. الجروب، عمالين يحلوا وانا قاعد مش فاهم اي حاجه، ونطلع الاول يقول لك كسب سمير اللي طلعه. فكان الجروب دايما ده بيطلع الجروب الاول. فكان معانا بنات في الجروب بتاعي بتقول احنا عايزين نذاكر يا جماعه عشان يوسف سمير ده شايف نفسه. الله اكبر. والله بنت قالتها لي، قالت لي احنا كل بنت قالت لي كل واحد يذاكر حاجه كده وبتاع. فالمهم في يوم كده بالصدفه شايف عديت على اقسم جروب بالله واحد. من اي حاجه ولا فاهم اي حاجه اللي هم بيقولوها. عديت على جروب واحد. انا قاعد عمال احكي انا والسعودي واللحام. عديت على جروب واحد كده، ما كنتش بعرف عبادي وان عبادي ومؤمن شاطرين قوي يعني، كنت بفكر ان ده كنتش عارف ده، كنت عارف عبادي بس عارف عبادي شاطر بس مش شاطر فيها بدرجه الاول. فاهم؟ المعلم بقى خلاص واخد فكره عن سمير، خلاص ده دحيح مبدع قوي. قوي، ده البروفيسور يعني. عدي فمش عارف اللي بيساله بيقول سي، كل سي فهو مش فاهم السؤال اصلا. فالمهم ارجع للبنت اللي ورا، ده سوس، اوعى تعمل له اعمل له. طب انا والله العظيم يا جدعان هو شكله يعني هو شكله فعلا الناس تبص النضاره دي نضاره اول يعني، دي مش نضاره حد عادي. ده اعمى، واحد اعمى. لا والله نضاره حد اول فعلا، بس هو فعلا الحمد لله والله يا يعني. عم والله ربنا بيرزق. أكتر بني آدم متصالح مع نفسه. الاول والثاني على الدفعه. اكتر بني ادم متصالح مع نفسه في لا هو بني عادي. ادم معسر يعني. عسل. اللي بدا يختمها بقى عشان ايه؟ اختمها ماشي. لو جبت مجموع سوي لايك، لو ما جبتش مجموع سوي سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. بام 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 بام. Please subscribe, whatever.